الموسيقى غذاء الروح، فماذا إن كانت من ملاك؟ عمل مصري جديد عم يتحضر باحترافية عالية لياخد مكانته بالساحة الفنية رغم كل الصعوبات والتحديات. لهيك عدسة لازم تعرف التقت بالطفل المبدعة رهف محمود لنتعرف على بداياتها. المبدعة رهف محمود، أهلا وسهلا فيك على منصة لازم تعرف. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. بداية بحديثنا معك ولفتني كلمة على والدك انه انت من اول ما وعيتي على الدنيا بتحبي الموسيقى. تحكي لنا كيف كانت بداياتك بالموسيقى وبالغناء؟ أنا كنت أنستي، سمعت صوتي كتير أنا حبيته ودخلتني برواد الغناء وفزت عن مدرسي وكرموني كمان وأهلي كمان دعموني كتير وصاروا ينشروا لي فيديوهات عن السوشيال ميديا وانتشرت بشكل واسع. طيب مين أكثر فنان أنت بتحبي تغني له كتير وبتحبي تسمعيه دائما؟ أم كلثوم وسلطان طرب جورج وسوف. طيب سمعيني شيء هيك على ذوقك يكون وشيء بتحبيه. أمري لله يا حبيبي، أمري لله، دوبني دوب توهني في بلاد الله. أمري لله يا حبيبي، أمري لله، دوبني دوب توهني في بلاد الله. الله يحمي لك هالصوت وشكرا كثير لك. تسلمت لك زوف. رهف، سمعنا انه انت عم تحضري لعمل جديد، تحكي لنا اكثر عن هذا العمل وكان في لك اعمال سابقه ولا كيف؟ أنا عملت أغنية عن الأب، قضية عن الطفولة بعنوان يا رب رجع بابا، وحاليا هلا عم حضر أغنية جديدة بعنوان الضربة القاضية باللهجة المصرية من كلمات وألحان الشاعر رامي عيسى وتوزيع استديو ستار هومز. كلمة أخيرة منك لكل متابعينك على منصة لازم تعرف. بحب وجه تحية لكل حدا عم يتابعني على هاي المنصة، وانطروني بأغنيتي جديدة وإن شاء الله تنال إعجابكم. ولهون بنكون وصلنا لختام لقائنا مع الطفلة الجميلة رهف محمود من منصة لازم تعرف. بنتمنى لرهف كل التوفيق بمشوارها الفني القادم.